اهلا اصدقائي، معاكم يوسف من قناة Behind the Cam. المحل اللي احنا داخلينه النهاردة ده اسمه اكاديمي. ده عبارة عن في كل مستلزمات الكامبينج والصيد والاسلحة وكل ما يختص بالحاجات دي، يعني وحاجات الجيم والحاجات دي. هاي هاو doing. وفي طبعا حاجات كل الجيم وفي ملابس برضو، بس هو اختصاصه حاجات الجيم يعني، والاسلحة والحاجات اللي زي دي. اهي بصوا، مكن اللي هي المشاية والحاجات دي، واحدة ب$300، $400، 800، ب1400. طبعا اوبشن، كل واحدة والاوبشن بتاعها. في حاجات للأطفال طبعا، في حاجات بكهرباء وحاجات جاز. حاجات جيم اهي تاني. طبعا في حاجات للجيم برضو هنا، دراع، تيشرتات، شورتات، شرابات، حاجات للركبة، حاجات للإيد، كذا حاجة. في مكان برضو بتاع رفع أثقال، هي دي ب$500، بتيجي مع الحديد بتاعها والحاجات بتاعتها. ده الشكل العام بتاعها. في حاجات للملاكمة، حد بقى بيلعب بوكسينج وحاجات زي كده. وفي بيبيعوا طبعا دامبلز حديد اهو، دي الأسعار بتاعته بالباوند هنا. ده الشكل بتاعه. في نوع تاني، براند تاني، ده الأسعار بتاعته. وده الشكل بتاعه. ممكن تشتري حاجة زي دي، في حاجات زي دي 30 باوند، في 10 باوند، 5 باوند. في حاجات صغننة بقى للأطفال. في ده، في دي برضو للبوكسينج، بتتعلم بوكسينج. في ده للظهر، عشان انت بترفع حاجات تقيلة ومحتاج حاجة للظهر. في حاجة بتتلبس في الإيد زي جلوفز كده. انتوا شايفين كده المكان كبير وكله، انا هاخدكم حاجة حاجة. حتى برضو في كوبايات للكامبينج، وفي خيم، وفي كل حاجة ما تتعلق بالسبورت الرياضة. في اهو برضو كور للي بيلعب جولف. ادي ال 12 كورة دول عاملين $22، بس طبعا الكرة تقيلة، يعني الكرة بتاعت الجولف تقيلة. كابات، في شرابات، في برضو حتى الجلافز بتاع الجولف اهو، عشان تمسك الستيك بيه. دي حاجات للأطفال طبعا، ده كهربا كله. في حاجات زي كده بتاع التنشين أو حاجة زي كده. دي المضارب بتاعت الجولف اهي، عامل $35 ده المضرب ده. وده الشنطة بتاعت اللي بتحط فيها المضارب. الشنطة عاملة $200. واو. كور جولف، مضارب،
دي بقى اللي بيلعب بلياردو او بيلعب بقى حاجات تانية. في ليها مضارب برضو حاجات زي كده. تنس برضو اللي بيلعب تنس، هي دي كور التنس اهي، عاملة $13. كور تنس كتيرة، مضارب كتير برضو. ده حاجات تبع السلة، تشتري دي كلها، دي عاملة $300. تتحط طبعا برا في البيت او في الباك يارد، اللي هي الحديقة بتاع الخلفية للمنزل. بتحط المكان بتاع السلة دي وتتدرب عليها. اي كور سلة كتير انواع طبعا، براندات، وكل براند ليه السعر بتاعه. في حتى برضو كورة اللي هي سكر فوتبول. الكورة هنا اسمها سكر، عاملة $22. دي برضو حاجات للكورة، اللي بيلعب في سكر بيحط الحاجات دي الإقماع دي ويحاول يمشي بالكورة وسطيها. في تند عارضة، شنط، هدوم. دي امريكان فوتبول، الحاجات دي بتاعت الامريكان فوتبول. حد كده لبس كبير كده بيلبسوه ويجروا في وش بعض، معاهم كورة كده يجروا ويخبطوا بعض بعد كده. اسمها امريكان فوتبول لو حد عنده فكرة عنها. ده عجل عامل من 149 دولار، من $150 ل $200. دي حاجات بتاعت الجولف، خوذ بتاعت اللي بيلعب جولف. دي مضارب، شايفين المضارب دي مضارب بتاعت البيسبول. ودي طبعا تندات وحاجات زي كده، حاجات تلعب كرة طايرة. عاملة كام؟ عاملة $40. عجل، خوذ للعجل طبعا أشكال كتيرة، $20 وفي لغاية $70 و$100 حسب الشكل. في دوة سكيتنج، بس ده مش الآيس، اللي هو اللي عجل، $110. جزم رياضية طبعا، براندات برضو مختلفة. عامل كام ده؟ $40. طبعا في أحجام أطفال وفي ولاد كبار. في حاجة زي كده، ده للكورة، عامل $43. ده برضو حجم أطفال، السايز بتاع أطفال يعني. في حاجات بتاعت أطفال خالص، صغننين خالص. ده شباشب. دي بقى بتاعت أكبر شوية، سن أكبر. حاجة زي دي عاملة 130، 45. طبعا كل براند وليه السعر بتاعه. حتى في شرابات برضو رياضية. شباشب.
بس غالي يعني، $60. ده في شباشب من دي. بص شبشب زي ده عامل $30، عشان تعرفوا ان مش كل حاجة وحشة، في عندنا اسعار احسن من كده في مصر للشباشب. حاجة ب41 $41. طبعا ده سعر غالي جدا يعني. $25. واو. شبشب. في جزم بقى زي كده، دي طبعا جزم للغابة، عشان لما تخش الغابات وسط الحاجات والزرع والحاجات التقيلة دي بيبقى في تعابين، في عقارب، فحاجة قراصتك ما تعرفش تخش ما بين الجزمة، يعني ان بتبقى معمولة من حاجة معينة تخليها ما توصلكش العضة او حاجة زي كده، وناشفة جدا طبعا. جزمة مصفحة حتى على الشكل، عاملينها بتمويه شكل الغابة. دي بكام دي؟ $80. وفي $40 عاملين عليها خصم كمان. في صغيرين، في بتاع الأطفال وفي بتاع الكبار. في طبعا حاجات زي دي برضو، حاجة كبيرة أوي. اهو كل ده جزم مصفحة. دي جزمة بتاعت الكاوبوي، ناس كده ولابسين لبس غريب شوية، طاقية كبيرة كده ومعهم سلاح أو سكينة في جنبهم. هنا طبعا في أمريكا هنا السلاح عادي خالص، تلاقي ناس معاها شايلة أسلحة وشايلة مسدسات أو سكاكين، ده طبيعي يعني، بتحصل على رخصة وبتمشي بالسلاح. وفي بعض الولايات زي اللي احنا فيها مش محتاج حتى رخصة. انا ما اعرفش القانون بيبقى ايه، بس هم قالوا ان القانون يعني لازم تتابع الصفحة، طبعا كل سنة بيتغير، بس هم لغاية دلوقتي يعني ما بقى فيش رخصة، تشتري السلاح وتمشي بيه عادي براحتك. في ولايات تانية لازم عشان تحصل على السلاح لازم تحصل على رخصة. دي شنط، حاجات تبع الغابة برضو عشان المطر. تلبس بقى حاجات جواكت زي كده، عاملة زي البلاستيك كده شوية، عاملة $60. وحتى برضو التمويه بتاع الشجر الحاجات اللي زي دي. شنط، ده بوت عامل زي اللي بيلبسوا الجزارين عندنا في مصر. قوي اوي. ده عامل كام ده انا مش شايف سعر عليه. $30 الشكل بتاعه. في بقى حاجات الشوي بقى، عايز تشوي بره في الجنينة بتاعتك او تقعد في حتة حديقة ولا حاجة، بقى شوايات كتير يعني. وده حطب فحم، ده فحم فيه حطب، ودي حاجات بتنظف بيها الشواية، ودي ادوات بتستعملها عشان تعرف درجة حرارة اللحمة استوت ولا لا. كل ما يتعلق بالشوي والشوايات، او شوايات اهي، غاز في فحم، 180 $200. طبعا عاملين خصومات عشان الكريسماس قرب، وفي ناس بتشتري الحاجات دي قبل الكريسماس يعني، فبقوا عاملين خصومات. كراسي عشان لو انت خرجت برا على البحر او حاجة زي كده تشتري كراسي يعني. والشمسية بتاعتك، مفيش هنا حد بيجي يقول لك الشمسية ب75 جنيه وب120 جنيه مفيش الكلام ده هنا. بتطلع يعني انت بتشتري الشمسية بتاعتك والكرسي وتروح تقعد في الحتة اللي تعجبك، محدش ليه دعوة بيك. ده لبس تمويهي للغابات برضو، جواكت طبعا تقيلة جدا عشان المطر، لو ما في مطر معظم الوقت هنا في الولاية دي فبيحتاجوا جواكت تقيلة. كشافات طبعا اسعار مختلفة، كل شيء
كشاف وليه قوة إضاءة. ده 100 ليمونز برايت، ده القوة بتاعته. ده 650. طبعا كل ما دي عليت البرايت بتاعته 1000 500 1000 100,000 كده يبقى أقوى يعني. ومش شرط حجمه يبقى كبير عشان يبقى قوي يعني. ده 7000 ده قوي جدا، عامل $70 $65. بس مش شرط يبقى كبير عشان يبقى بينور قوي، لا في حاجات صغننه هتلاقيها بتنور كويس جدا يعني. دي كوبايات وحاجات للطهي، لو انت عايز تسخن حاجه فبتجيب دي وبتحط فيها الميه وتسخنها على الفحم بره وانت عامل كامبينج تخييم يعني، عامله $19. في برضو كوبايات للتخييم. الحاجات دي طبعا ألمونيوم ضد الكسر. اكل جاهز بتطبخه. ده ايس باكس، ده انواع طبعا مختلفة. هنا دي بقى حاجات للصيد بقى. بص فاس اهو، الاسعار اهي. فحم بتاع اللي بتولع بيها النار، الفحم. خيم، ودي الاشكال بتاعتها بتبقى بالشكل ده بعد كده. عايز اقول لك ان دي بيبقى شكلها كده بعد ما بتتعمل كل حاجه وفوقيها الشكل بتاعها. هنا بقى اللي بيصطاد بط وكده بيجيب ساعات اللي هي الحاجات البلاستيك دي ويحطها عشان البط يفتكر ان هنا في بط واقف يعني، يقوم مصطاده بعد كده. حتى في بعض الصفارات والحاجات اللي زي دي بتستخدمها عشان البط يفتكر ان في بط حقيقي واقف تحت، وهو في الاخر فيك كله مزيف يعني. دي صفارات تعملك صوت البطة بالظبط. لاسلكي، عشان هنا الموبايلات ما بتبقاش شغاله كويس قوي في الغابات والحاجات دي، فبتجيب البتاع اللي هو زي اللاسلكي كده تتكلم فيه. طبعا ده مسافه يتكلم على مسافه الرينج بتاعه 56 كيلو يعني 35 مايل. 35 مايل يعني 56 كيلو. واو، يعني حاجه قويه جدا يعني. وده سعره $80 وده سعره $70. طبعا في انواع مختلفه. في كاميرات لمراقبه الحيوانات تحطها على الشجرة وتقعد مستني حاجات زي كده. دي سكاكين بقى وحاجات زي كده. قوس عشان لو انت بتصطاد الحيوانات تجيب القوس ده تمسكه اهو. القوس اهو تمسكه وتحط فيه السهم وتصطاد بيه. ده عامل $30. ودي الاسهم. طبعا انت بتشتري لها راس بقى ومسننة يعني. ده السهم لوحده ده بتاع التدريب. في بقى اسهم تانية بالسن بتاعها، تبقى حاجات زي كده. شايفين عامله ازاي؟ صعبه جدا يعني. ادي السن بقى، دي حاجات $30 عشان بيها مسننه. دي بتاعت صيد بقى مش تدريب. ودي شنط طبعا اللي بتحط فيها الحاجات بتاعتك. دي اسلحه. حد كان طلب مني عايز يتفرج على الاسلحه دي. اسلحه اهي. ده ماركة جلوك، في عامل 500 و700 و400. طبعا ده بحر كبير من الأسلحة. في أسلحة صغيرة. واو، في أسلحة كتير جدا يعني. حتى في حاجات عاملة زي بتاعت الكاوبوي. بصوا في بنادق، حتى في بنادق شوت جان سنايبر. هو ده بيشتري سلاح.
اسلحه كتير. No videos. اوكي. بص ده، ده سنايبر. Oh, دي اسعار سنايبرز، دي الكونسول والحاجات اللي زي كده. في حاجات كتير جدا. yeah. بس دي كل حاجة هنا يعني. بس طبعا في بقى حاجات للشنط اللي تحط فيها الأسلحة والحاجات دي. في برضو طلق، دي انواع طلق طبعا انا معرفش فيها حاجة. بس ده كل حاجة يعني بخصوص الحلقة. الحد طالب حاجات فيها أسلحة، حاجات زي كده يعني. ده أسلحة، بس دي بقى حاجات بتعمل بالهوا. ده عبارة عن بيلي بيتحط في السلاح، سكاكين. واو، في أنواع فظيعة هنا. بيبر سبراي. بس ده كل حاجة في الحلقة بتاعتنا.